نداء لأهل صدفة وأبو تيد، نداء لأهل صدفة وأبو تيد، دور على مصلحة النائب اللي ناجح واللي ليه صوته مسموع، بيدور على الغاز الطبيعي، بيدور على الصرف الصحي، بيدور على مشاريع الظهير الصحراوي. لازم الظهير الصحراوي، والظهير الصحراوي ده اللي بيمثل 3 مراكز، أبو تيد وصدفة والغنايم. أهالي أبو تيد، أهالي صدفة، شوفوا مصلحة وانزل وشارك، ودي السهم رقم 25. بسم الله الرحمن الرحيم. أهالينا أبو تيج وصدفة والغنايم، نناشدكم النزول جميعا يومي 10 و11 إلى الإدلاء بصوتك، فصوتك أمانة، صوتك أمانة لمن يستحق، صوتك أمانة لمن يستحق من جميع أهالي الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط قلب صعيد مصر النابض. نسألكم جميعا بالإدلاء بأصواتكم دون تردد من أحد، دون تردد من الكبير، دون تردد من الصغير، دون تردد من الذكر، دون تردد من الأنثى. نسأل الجميع النزول والإدلاء بأصواتكم، لأن صوتك أمانة في مصر وغدا أفضل. نسألكم جميعا بأن تنزلوا وأن تدلوا بأصواتكم. الجميع منا يعلم من العضو الذي سيمثله في برلمان مصر إن شاء الله في مستقبل أفضل. الجميع يعلم منا من سيمثله ومن سيكون أفضل تحت القبة، من سيمثله ومن سيعرض مشاكله للجميع، من سيكون العارض للمشاكل إلى دائرتنا الرابعة لكي نتقدم ونزدهر بمصر وبغد أفضل إن شاء الله. من الأعضاء المرشحين العضو محمد رشوان، أعزائنا وإخوتنا وأهالينا في مركزي أبو تيد والغنايم، نسألكم النزول والإدلاء بأصواتكم، فصوتك أمانة من أجل غد أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. انزل وشارك واختار الرجل الصح. السهم 25 إن شاء الله. السهم رقم 25. رقم 25 السهم. تمام. باشمهندس محمد علي عمر رشوان. انزل وشارك والصوت أمانة. الله يبارك فيكم. بوجه رسالتي لأهلنا وإخواتنا وجيراننا مركز أبو تيد وصدفة والغنايم، ومش عاوز أقول غير حاجة واحدة بس، إن احنا ننزل نشارك وننزل ندعم كل واحد. طبعا هيدعم المرشح اللي بيحبه موجودين، بس أنا بناشد أهالي الدائرة الكرام كلهم جميعا وبنحثهم على التصويت. ولكن فيه موضوع حصل، إن احنا عارفين إن أبو تيج وصدفة تمثلوا في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، والغنايم لم تحصل على مقعد إلى الآن. فبنناشد أهالينا إن احنا موجودين نطلع ونصوت ونجيب إخواتنا وأهالينا وفي الخارج ونجيب. وأنا بحس وبناشد الشباب والطلبة اللي في جامعة أسيوط واللي في جامعة سوهاج واللي في جامعة المنيا، انتوا شباب موجودين كتار، وكويس إن الانتخابات يوم الأربع والخميس، انزلوا وشاركوا وادي صوتك يا ابن الغنايم بصفة خاصة. أنا بديلك مساحة تختار، ادي صوتك للعقل الأقرب للنجاح، اللي هيخلي لك مقعد تحت قبة البرلمان، اللي هيخلي حد يمثل بلدك، اللي هيخلي حد يحل لك مشكلتك. وادي صوت بالقلب وبالعاطفة، وخسارة تضيع صوتك في ممكن يكونوا الصوت مزدوج وما بيعملش نتيجة. فخلي صوتك للأقرب للنجاح وبدون مجاملة بدون ذكر أسباب. وكلنا عارفين إن مين كان في الإعادة وكان مين أقدر بالنجاح وكان مين موجود. والحمد لله دلوقتي كنت بتقول الأول صوتي مش هيمثل حاجة، ده الدولة اللي عاوزاه بتجيبه. الكلام ده خلص، لأن في ناس كانت جايبة 70,000 صوت رجعت جابت 10,000، وفي ناس كانت جايبة 8,000 رجعت جابت 60,000. فصوتك هيبقى مؤثر وله قيمة وله حقيقة.
اوعى تقول ان مفيش حد واخد بالي منه وشايفني. والانتخابات يا جماعه ما بتاعتش شخص ولا نفر ولا عيله، الانتخابات بتاعت بلد، فكل واحد يقوم بالدور اللي عليه. ايه الدور اللي عليك؟ اتحرك، هات اخوك، اقنع اللي مقاطع الانتخابات، اقنع اللي ما. دور يبدا من البيت، من الاسره، ثم يبدا للجار، ثم يبدا للشارع، ثم يبدا للعيله، ثم يبدا للمنطقه. يعني انا عاوز اقول لفلان، ثم الاسره، ثم الشارع، ثم عيله فلان، ثم منطقه فلان. تيجي من الاصغر للاكبر ونحشد قدام اللجان. ويا جماعه احنا عندنا 24 ساعه تصويت. اللجان دلوقتي اتكدست وضموهم، بدل ما كانوا 5 لجان فرعيه بقوا لجنتين. فطبعا انت عندك اليوم فيه 12 ساعه في 60 دقيقه. اي واحد حتى لو مش امي منما ياخد الورقه والكشف وينزل وياخد الورقه او الورقتين ويحطها في الصندوق هياخد اكتر من دقيقه. طب احنا اللجنه دلوقتي يبقى في اليوم ده من اول لحظه لاخر لحظه، لو كل دقيقه تصويت يبقى 720 دقيقه ب 720 صوت، يبقى اليومين هيعملوا معايا 1440. طب افترضنا انا عندي الصندوق ده عايزين نصوته 2500 او 3، ازاي؟ يبقى ما نجيش نحشد تاني يوم ونتاخر، وده يقول لي اللجنه زحمه يرجع، وده اللجنه زحمه يرجع. فعاوزين نخلوا من اول يوم ومن اول دقيقه الساعه 9 الحشد من اول دقيقه، عشان لو احنا قادرين نحطوا 2000 او 3 في الصندوق زي ما انا قلت. الصندوق على يومين يعني 1440 دقيقه، يعني لو كل ناخب هياخد دقيقه يبقى 1400. طب افترضنا اللجنه دي متكدسه وفيها 3000، هنعوض ده ازاي؟ تعالى من اول يوم واخر يوم ما يبقاش كتير، لان انت لو علمان ان المدرسه فيها 300 والطابور طويل هترجع، لو علمان هتخلي اختك ترجع، هتخلي مراتك ترجع. فاحنا مش عاوزين يبقى اليوم الاولاني كله فراغ ويبقى اليوم الثاني فيه تكدس. ونعلمكم ونحيطكم ان شاء الله لو عايزين نصوتوا 6000 واليوم ما بياخدش غير 1400، اعلم ان احنا هنبقوا موجودين قدام المدارس وقدام الحوش المدارس. هيطلع القاضي قبل الساعة 9 في اليوم الثاني. اليوم الأولاني من حقه يدخل الناخبين إن شاء الله يكونوا 3000، ولو يقعدوا للساعة 6 و7 الصبح. لا إيهاب ولا بسام ولا أي حد في الدائرة ولا عبد الخالق. انزل من أجل شربة مية نظيفة، من أجل رصف طريق، من أجل سكن. الغنايم حاليا بيقول لك الأرض الزراعية لا، وإحنا بنينا المساكن عند الترب، فحاليا هنجيبه منين؟ عاوزين ظهير صحراوي، عاوزين مستشفى نظيفة، عاوزين طريق نظيف، عاوزين خدمات، عاوزين سكن. فانزل. المسألة دي ما بتجيش لا من رئيس مجلس مدينة ولا من المحافظة، المسألة دي بتيجي من قبة البرلمان، من المسؤولين، من المقيمين. طب هيجي ازاي ده؟ واي واحد بالعاطفة يا جماعة، بتاع ابو تيد بياخد في ابو تيد اكتر، وبتاع الغنايم بياخد في الغنايم اكتر، وبتاع صدفة بياخد بصدفة اكتر. يبقى اذا طالما هو هياخد اكتر يبقى هيودي خدماته في مركزه وفي مكانه الاول، ولما يفيد يروح لحاجة تانية. بدليل عنقول الجهاز الاداري والخدمات بتبقى في المراكز اللي عدد اصواتها اكتر. يعني يجي يقول لك طحطة فيها 400,000 وطيمة فيها 200 ودهنة فيها 150، هيودي في طحطة الاول. لكن احنا فقدنا حاجة كان المفروض ان الهرم يتعكس فيها وتبدأ بيها الغنايم، وتيجي من المركز الأقل اقتصاديا وعددا اللي هي حياة كريمة. كانت المفروض الغنايم تبقى الأول على محافظة أسيوط، اللي ما حصلش منها حاجة. ليه؟ لأن أنا مش هنجيب لك حياة كريمة ونحكي عنها بعدين. فبنشدكم انزلوا، غيروا، اتحمسوا. وعاوز أرد على مش الهيئة السياسية أو المسؤولين السياسيين، عاوز نرد على رؤساء الأحزاب اللي ما شكلوناش في القايمة. الغنايم اللي عددها 94، هل ينفع في ماتش كورة يبقى في فرقة بتلعب ب11 لاعب وفرقة تلعب ب6 لعيبة؟ ده عدل مين ده؟ فاحنا 94 بتلعبنا مع ابو تيج ام 228، وبتلعبنا مع صدفة ام 128. فكان لازم تمثلني في القايمة، او نقولوا فردة حزبية تدعمها الأحزاب. فده ما حصلش. فاحنا عاوزين بسيط، التمن ربع ساعة، التمن تكتك ب20 جنيه تاخد فيه 3 ولا 4 أفراد تروح تصوت، والتمن ربع ساعة. وبشكركم وأتمنى نشاركوا ونبقوا موجودين بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتك على الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتمنى من أهل الدائرة كامل، صدفة والغنايم وأبو تيد، أبو تيد صدفة الغنايم، صدفة أبو تيد الغنايم، إن تنزل وتشارك في الانتخابات، لأن احنا عاوزين يقبل لنا صوت.
عاوزين يقبل لنا مكانه، عاوزين يقبل لنا كرسي في الغنايم علشان نعرف ندافع عن بلدنا، نعرف ندافع عن الدائرة كاملة، مش مركز الغنايم بس، ندافع عن صدفة والغنايم وأبو تيد. وأبو تيد والغنايم وتدوا محمد علي عمر رشوان 25 رمز السهم. 25 رمز السهم قبل الأخير. تمام. وربنا معاه وربنا يوفقه إن شاء الله. ان شاء الله. وقلبه أبيض هاو ان شاء الله خير. ربنا ماشي. ماشي.